مفيش وقت يا كابتن حسيت انك يعني انت تعبتهم بقى في المصاريف؟ قلت لي مش عايز اقول لك انا كنت بروح اركب ايه وازوغ من الاتوبيس. واضح ان في قصة كفاح كبيرة هنا. انا اول حاجه عملتها يا ايهاب لما يعني طلعت وربنا كرمني، والدي قعدت من الشغل. قلت له، هو كمان اتفاجئ، قلت له خلاص انت ما فيش شغل دلوقتي، خلاص امم. انت راجل، خلاص عملت اللي عليك، اقعد اللي انت عايزه انا هجيبه لك. ما بيرضوش يا كابتن، ما ما بيرضوش بيدورني، تلاقيه ده طلع تعبك. عيني، ده طلع اه. عيني. لكن هو كمان كانت بدأت صحته شوية يبقى فيها مشاكل، فقلت له لا انت هتريح خالص، والحمد لله قدرت ان هو يقعد من شغله ويبقى كل حاجة. وبعدين القصة تانية بقى اللي هم مرضوش ان احنا ننقل. طب تعالوا ننقل بقى، يعني بدل ما كان بيتنا اوضتين وصالة، عايز تعالى توسع خليها عليهم. ثلاثة وصالة اه يعني. اه فعايز اوسع عليهم طبعا. فدي بقى اللي كانت انه يخرجوا اصلا من عابدين، دي كانت بالنسبه لهم قصه اه. كبيره، خاصه والدتي يعني ووالدي، يعني لانه انت الارتباط عارف الناس بالناس والبيوت الارتباط هتودينا فين ومش هتودينا فين وبتاع. قلت لهم اه خلاص مش هنروح بعيد، يعني شارعين ورانا. فروحنا نقلنا في شارع خيرت في اه. السيده زينب. السيدة زين. يعني شقه اوسع شويه، ما خدناش بيت بس شقه اوسع شويه، وبرضه الناس جميله، نفس القصه يعني.